اهلا وسهلا متابعين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. هذا الفيديو جبته خصيصا باش تسجلوه رمضان ان شاء الله بحول الله. اللي ما كيصدقولهاش المخمرات او بطيبطات، فهذا الفيديو هذا غيوليو كيصدقوا لك ان شاء الله يا ربي. بزاف كيتشكاو منهم، كيجيوهم اما معجنين واما بحال الخبز خامرين بزاف، يعني كيجيوهم بحال الشكل ديال الخبز، او معجنين مازال فيهم العجين ما طايبينش مزيان. تبعوا غير الطريقه وان شاء الله يا ربي غيولي دائما ينجح معكم بهذه الطريقه هذه. غناخذوا حتى بالنسبه للحشوه كتجي بنينه بهذه الطريقه، بلا فلفله بلا والو، غير جوج خيزوات وقوقه ديال البصله، شويه ديال معدنوس، شويه ديال الثومه، جوج سنان ديال الثومه. هنايا كيف خديت معايا صدر ديال الدجاج مقطع على داك الشكل، نص كاس ديال الزيت. بالنسبه للعطريه معلقه صغيره ما عمراش من التحميره، سكينجبير، الخرقوم، ملحه، ابزار. بالنسبه للبصله وخيزو حكيتهم، بصله عفوا ما قصصتها، خيزو حكيتو، ثم وقزبر قصتهم رقاق. من بعد غناخذ البصله وخيزو اللي حكينا، غناخذهم وغادي نوضعهم بواحد المقله، وغنضيف عليهم نص كاس ديال الزيت والملحه. غنضيف شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار. بالنسبه للادان بالنسبه للعطريه راه ما غاديش نضيفهم دابا، على حساب غنخليه حتى يتقلاو لي مزيان، عاد نضيف صدر الدجاج ونضيف العطريه، باش هكا العطريه ما كتحرقش والدجاج اخلاص راه دغيا كيطيب كيف كتلاحظوا. بالنسبه بالنسبه الحشوه ديالنا، حاولوا تنقصوا عليها البوطه، ما تخليوش عليها مجهده باش كتعسل على خاطرها ما كتحرقش. وحتى العطريه فاش كنوضعوها في الاخر كتبقى في ديك البنه ديالها، ما كتجيش العطريه النسمه ديالها محروقه مع الزيت. الخليط ديالي كيطيب، هنا غادي ناخذ الطحين. غناخذ 3 د الكيسان ديال الطحين عامرين، مع كاس ديال السميده، معلقه صغيره من الخميره ما عمراش مزيان، يعني عمرها غير شويه، قبصه شويه ديال الملح، والسكر سنيده، معلقه كبيره ديال السكر سنيده. صافي، وغادي نجمع، غندير شويه ديال الماء على الخميره ديال السكر ونخليهم يتفاعلوا شويه. نحركهم ونخليهم حتى يتفاعلوا شويه. غنضيف الماء على حسب القدر ديال الطحين اللي عندي، وغنخلطو مزيان حتى ينسجم ليا الخليط. صافي، والعجينه ما تكونش قاصحه وما تكونش جاريه. هنا كانت جاتني انا شويه قاصحه وزدت شويه ديال الماء. صافي، غادي نستمر هكا حتى يتجمع ليا. اللي زوينه هي انه ما كيحتاج دليك بزاف وما كيحتاجش وقت بزاف ديال الاختمار. يعني صافي اون فوا كندلكوه غنغطيوه واحد 10 دقائق ولا 15 دقيقه بشي بلاستيك غذائي. صافي، ونعاودو نرجعوا ليه ونقوقوه كويرات ونغطيوهم حتى هما 10 دقائق ونوليو ليهم، ولا 15 دقيقه ماكسيموم. صافي، ونبداو نعمرو الدائرات ديالنا.
بعد ما طاب لاصوص ديالنا شوفوا كي كيجي بنين والله العظيم، غير الريحه ديالو هكا كتشهيك انك تاكلو. او فاش كتوضعو في المخمرات ديالنا كيتزاد البنه والله كيعجبني ندير انا هاد الطريقه. ولا كانت الفرماج الاحمر راه احسن، انا ما كانش متوفر عندي، درت غير فرماج مثلث حتى هو كيطلق هذاك النسمه ديال الملوحه وزوينه، زوينه في الخليط. كيف غتشوفوا معايا طريقه، غنوضع غير شويه ديال الزيت في النقطه اللي غادي نضيف غنحط عليها الخبيزات ديالنا بهذا الشكل هذا. وعاد غادي ناخد معلقه فيها الحشوه وغنوضعها في النص ونجمع باش ما تحاول يعني توزعي داك باش ما يجيكش من الداخل معجن. كندق عليه غير بشويه باش ما تخرجناش الحشوه، ونحاولوا يعني نمشيوه رقيق شويه باش ما يجيناش معجن من الداخل. صافي وغادي نبداو نديروه في المقله ديالنا او الطاجين يكون ثقيل مدهون بشويه ديال الزيت. صافي وغنبقاو نحرق يعني اين فوا يطلع مع الطياب قلب كل ساعه، قلب كل ساعه قلب باش كيتفتح من الداخل ما كيجيش معجن. والله العظيم اللي كيجي فن مقرمش وبنين. نتمنى تجربوا الطريقه وما تنساوش تجيو اشتراك القناه باش يوصلكم دائما الجديد. دعما ليا من طبيعه الحال وتشجيعا، وكنتمنى نلقاكم في الفيديو القادم في احلى الاحوال يا رب.